يقولوا ان الزمان طماع كيقضي عليه غير الكذاب، وحكايتنا اليوم فيها من الطمع وفيها من الكذوب. هي حكايه شاب ذكي ما كيملك والو غير العقل اللي عنده خدام، قرر انه يتحدى ماشي اي واحد وانما واحد من اكبر جنون، الغول بوسكارة. والمقابل كنز كامل عينين. ولكن واش الذكاء بوحدو يقدر يغلب قوه ديال الجنون؟ واش فلوس الحرام فيها البركه؟ هاد الشاب اللي سميتو علي كان كيحسب راسو بالذكاء اي حاجه بغاها يوصل لها ونسى كل حاجه في الدنيا عندها ثمن. تبعوا معايا حكايه حتى الاخر باش تعرفوا الثمن غالي خلصوا عالي. الثمن كان اغلى من الكنز براسو. كان يا مكان في واحد القريه منسيه في جنوب المغرب، قريه ناشفه بحال شي قلوب ديال شي ناس. كان عايش شاب سميتو علي. علي كان شاب في العشرينات، صحيح في الجسم ديالو ولكن الفقر كان رسم ليه الخطوط على وجهه. والديه خلاو لهاد الزمان وماتوا. كيتقاتل مع الايام في دار صغيره خلاوها ليه والدي. الدار كانت باغا طيح كثر ما هي واقفه، ما عنده لا اراضي يخدمها لا صنعه بين يديه. كانت عنده حاجه وحده، هي عقله كبير بحال شي جوهره وسط لها. القريه كامله كانت كتهضر على الذكاء ديالو وكيفاش كيعرف يخرج راسه من المشاكل بحال الشعره من العجينه. ولكن الذكاء بوحدو ما كيوكلش الخبز. علي كيشوف الناس اللي لاباس عليهم كيفاش عايشين في الهنا وهو بزز باش كيلقى الطرف ديال الخبز. كل عشيه كيجلس تحت واحد الشجره ديال اركان يابسه حدا دارو وكيخمم مع راسو الا بقيت هنا غادي نموت بالجوع. هاد الارض شحفاش والناس كل واحد مديها في راسو. كان كيحس بواحد العافيه شاعله ليه في صدره، العافيه ديال الطموح وديال السخط على حال. وما بغاش يكون قصه حزينه يعاودوها الناس من بعد الموت ديالو. بغى يبدل القدر بيديه. واحد الليله السما صافيه ونجوم كيلمعوا. خدا عليه قرار، جمع شويه ديال الشطيط في واحد الرزمه وشي خبز يابس وشي تمرات وشرب اخر شربه من البير. وشاف في دارهم شوفه طويله بحال الا كيودع فيها الماضي كله. وقال بصوت ضعيف يا ربي كون معايا وانا خارج نقلب على رزقي. ومع اول خيط ديال الفجر هز علي قشوعو وخرج من القريه. رجليه كيمشيو بيه المجهول وقلبه نصو امل ونصو خوف. علي بقى غادي ايام وليالي كيبات في الخلا وكياكل اللي قسم ليه الله. داز على قرى ودواور، سول على خدمه ولكن حتى شي باب ما تحليه في وجهه. الياس بدا كيتسرب لقلبه وهذيك العافيه اللي كانت فيه بدات كتبرد. واحد العشيه وصل لواحد البلاصه قاحله ما فيها غير الحجر والغبره وواحد الشجره ديال الصدر معوجه والشمس كانت قويه، الحجر كطيب. وعلي طاح بالعافيه والعطش. جلس تحت واحد الصخره كبيره واحد شويه ويشوف واحد الراجل قداش من بعيد جاي. كان طويل وضخم بشكل خيالي بحال شي جبل كيتمشى، لابس جلباب ديال الخيشه وكاع مشرق وهاز على ظهره شكاره كتبان ثقيله. وجهه كيخلع، عينيه حمر بحال العافيه ولحيته طويله ومهمله بحال شي غابه شاعله فيها العافيه. علي حس بالدم تجمد ليه في عروق، بغى يهرب ولكن رجليه فشلوا عليه. الراجل الضخم اللي هو الغول بوسكارة وقف على علي وضلو غطاه كامل. صوته كان غليظ ومجروح بحال شي حجره كتحك مع اختها. قال لي شكون انت وشنو كدير في ارضي؟ علي واخا الخوف كان غادي يقتلو حاول يجمع عقله والذكاء ديالو وقال باللي القوه هنا راه ما غاديش تنفع، الحيله هي اللي غادي تسلك. جاوبو ولكن كيحاول ما يتراجعش. انا غير دايز من هنا يا سيدي، كلفت على الطريق وشدني العطش، كنقلب على شي ظل ولا شي قطره ديال الماء. بوسكارة ضحك واحد الضحكه مرعبه اللي بانوا فيها سنانو الصفرين وكبار بحال الشاقو. الماء هاد الارض كاين باش فيها غير الموت. وهو كيقول هاد الهضره وديك الشكاره كتحرك. وعلي سمع واحد الصوت كيتحرك من ديك الشكاره، الصوت ديال الذهب. عينين علي لمعوا. في ديك اللحظه نسى الخوف نسى العطش ونسى كل شيء. ديك الشكاره عامره بالذهب هنا فين عقله خدم بالسرعه ديال البرق وفهم باللي هذاك الغول هو اللي حارس الكنز والطريقه الوحيده اللي يقدر ياخذ بها هذاك الكنز هي المكر. وقف علي وقال بوسكارة بكل ثقه انا ماشي اي واحد سيد الغول، انا كيعيطوا لي علي ولد الريح حيت كنغلب الريح في الجري والحجر في يديا كيولي ما. بوسكارة شاف فيه من الفوق شل لتحت باحتقار كتعصر الحجر وريني نشوف. علي كان عارفه غادي تجي. جبد من رزنتو واحد الطرف ديال الجبن كان يابس كان باقي عنده في الشكاره. دار راسو كيجمع قوته وكيورك على يديه وهو في الواقع
كيعصر في داك الجبن حتى بدا الماء كيسيل منه. هكا كندير الحجره، قال علي هو كيمسح. الغول تصدم، شاف في الارض وشاف في داك الماء، حساب له علي بصح عصر هذيك الحجره. بوشكاره اللي قوته كلها في عضلات ديالو عمرو شاف بحال هادشي، بدا كيشوف في علي بنظره اخرى فيها شويه ديال الاحترام وشويه ديال الخوف. علي استغل الفرصه وزاد فيه، وهادي راه والو، انا نقدر نشرب الواد حتى ينشف ونقدر نسبق ضلي الا جريت. بوشكاره اللي دخلوا الشك وقال ليه اجي معايا، بغيت نشوف هاد القوه ديالك واش بصح ولا غير كدو. علي شبعو وقلبو كيضرب، عرف راسو دخل في واحد اللعبه الغلطه فيها بالموت. بوشكاره داه لواحد الكهف كبير ومظلم فيه الريحه ديال الموت. لداخل كانت واحد الكومه ديال الذهب والمجوهرات كتعمي العيني، الكنز اللي كان كيحلم به علي. هذا هو الكنز ديالي، قال بوشكاره بكل فخر. كان حرصه من الجد للجد، وعمر شي واحد قدر ياخد منه حبه. علي داب راسو ما مسوقش للكنز وقال ليه كنوز ديال الارض كلها ما كتسوى والو قدام القوه ديالي، انا قوتي هي كنزي. هاد الهضره زادت حيرات بوشكاره وقرر يختبرو مره اخرى، وقال ليه غدا مع الفجر غادي نتسابق انا وياك حتى لداك الجبل اللي كيبان لها، وإلا سبقتيني غادي نعترف باللي انت هو الاقوى. علي عرف باللي مستحيل يسبق الغول، ولكن عقله كان كيقلب على حل. ديك الليله علي داير راسو ناعس حدا داك الكهف، وسمع بوشكاره كيدار مع شي واحد بصوت خفيف. قرب شويه وسمعو كيقول ليه غدا غادي نسبق هاد بنادم، وملي غادي يرجع غادي يكون هو العشاء ديالو. علي فهم باللي بوشكاره كان كيهضر مع الغول الثاني اللي كان مخبي. قبل الفجر ناض علي بشويه ومشى عند الغول الثاني اللي كان باقي ناعس، وقال ليه خوك بوشكاره قال لك سبقني للجبل ووجد لينا الفطور، وقال ليه هو عيان شويه وغادي يجي على خاطره. الغول الثاني اللي كان اغبى من خوه صدقه ومشى كيجري بحال العجاجه. ملي فاق بوشكاره لقى علي بربع رجليه ومرتاح. قال ليه الغول يلا نتسابقوا. علي جاوبو ببروده فين يلا نتسابقوا، انا راه سباقتك ورجعت وفطرت وجلست الرسال، وخوك لقيتو في داك الجبل كيتسناك وقال لي راه جبت معايا العواد باش تشويني ملي توصل. بوشكاره تزعق كيفاش هاد بنادم سبق ورجع وهو ما شافو ما حس بيه، وكيفاش عرف باللي هو عنده خو تماك. صافي امن باللي علي عنده قوه خارقه، مبقاش حاجه وحده. قال ليه بوشكاره وهو كيترعد غادي نشوفو شكون اللي غادي يرمي هاد العصا للسما وما تبقاش ترجع. وكانت عنده واحد العصا ديال شجر ديال البلور ثقيله بحال العمود. علي عرف هذه هي فرصته الاخرى، خدا العصا ودار براسو كيجمع في القوه والنفس. شاف الفوق وقال بصوت عالي بحال اللي غادي يعيط على شي واحد الفوق شدوا عندكم موالين السما، شدوا انا غادي نصيفط لكم هاد العصا. بوشكاره تخلع اش كتقول انت مع من كتهضر؟ علي جاوبو بكل جديه كنهضر مع جدودنا اللي في السما وكنقول لهم يشدوا العصا مزيان حيت الا رميتها ما غاداش ترجع، ولكن المشكله هي ان جدك عنده واحد العصا ديال جدودي وما بغاش يردهم ليا، خفت نرمي هادي وتوقع ليا بحال الاخر. بوشكاره بدا كيترعب وهو كيخاف اي حاجه عندها علاقه بالسما وبجدودو. غوت بوشكاره لا لا حبس ما ترميهاش، ديك العصا عزيزه عليا ورثتها على جدودي. صافي انا صدقتك، انت اقوى مني ومن جميع الجن. الغول كان كيشوف في علي بدهشه وخوف، داك بنادم غلب على قوه ديال الجن. بوشكاره كان كيترعد غير من الفكره ديال العصا ديال جدودو تضيع، جلس في الارض بحال شي خنشه خاويه. علي شاف فيه واحد الشوفه ديال البروده بحال اللي يربح المعركه وقال ليه انا دابا ما بغيت لا قوتك ولا اعترافك، انا بغيت اللي ينفعني في هاد الدنيا. عينيه تحولوا لديك الكومه ديال الذهب اللي كتلمع في العمق ديال الكهف. بوشكاره فهموا، نهج واحد التنهيته اللي خرجت معها الريحه ديال الكبريت وقال بصوت مهزوم هز اللي قديتي عليه، ولكن دير في بالك باللي هاد الكنز ما عمرو جاب لهنا لشي واحد، هاد الكنز الدموع والندامه. علي ضحك ضحكه قصيره وقال الدموع والندامه احسن من الفقر والجوع. كلام الغول دخلوا من الودن وخرج لي من الودن الاخرى. مشى علي بخطوات ثابته وسط الكهف، الذهب كان كيشعل بحال 1000 شمس، اللويز والدنانير والمجوهرات، ثروه ما عندها ثمن. جبد واحد الخنشه وبدا كيعمر بجنون وهوس. يديه كانوا كيتراعدوا وماشي بالخوف ولكن بالجشع. كان كيشوف في داك الذهب قصور وخدام واحترام اللي غادي يكون عنده. بوشكاره كان جالس وكيشوف فيه، وعلي في وجه واحد الابتسامه غريبه ما تعرفها ديال الهزيمه ولا ديال الشمشه. ما نطق بحتى شي كلمه، خلى علي كيعمر ويعمر حتى تقالت عليه الخنشه وما بقاش قادر يهزها.
ملي سال علي جر الخنشه بزز لبرا الكاف. قبل ما يمشي تلفت وشاف في الغول الشوفه الاخرى ديال المنتصر. شكرا ابو شكاره، دابا حكايتنا سالاش. بوشكارة رد عليه بنفس الابتسامة الغريبة. لا ولدي، حكايتنا يلا بداش. علي ما فهمش هضرته وما عطاش راسو وقت يفهمها. هز الخنشة على ظهره واخا كانت ثقيلة بحال الجبل. رجع لطريقه وكيحلم بحياة جديدة. كان حاس براسو ملك الدنيا وما عارفش الثمن ديال داك الكنز كان اغلى من الذهب. كان غادي وكيضحك والصدى ديال ضحكته كيرجع ليه، ولكن ممزوج بصوت اخر، صوت ضحكة بوشكارة اللي بقات تابعاه بحال ضلو. رجع علي للقرية ديالو، ولكن ماشي كيف ما خرج. رجع راكب على عود من اغلى الخيول، لابس قفطان ديال الحرير وخنشه الذهب حداه. الناس خرجوا كيشوفوه مصدومين. شكون هذا؟ واش بصح هذا علي اللي كان فقير؟ في اقل من شهر بنى علي اكبر قصر كاين في المنطقه، شرى اراضي وجاب الخدامه، ولا كيدير ولائم وكيعرض على كبار ديال الناس، ولاو كيضربوا به المثال في الذكاء اللي دار به الثروه. وهو كيعاود لهم القصه على انه خدم في التجاره ودار لاباس، وعمرو جبد لهم السيره ديال الغول. ولكن مع الايام بدات كتجمع واحد الغمامه فوق حياته. اول حاجه هي النعاس اللي طار عليه من عينيه. كل ليله ملي كيحط راسو على المخده ديال الريش كيسمع واحد الصوت ديال التقرقيب ديال الذهب، نفس الصوت اللي كان كيسمع في اول مره. كينوض مفزوع، كيمشي للخزنه يقلبها كيلقى الذهب في بلاصتو، ولكن الصوت ما كيحبسش من راسه. من بعد ولات الماكله كتجيه باسله، اغلى الاطباق كانت كتجيه بحال الرمله. كل ما كياكل شي حاجه كتجيه واحد المروره في حلقه بحال الا كان التراب ديال القبور. بدا كيضعف ويصفار والخدام ديالو كيتغامزوا. سيدنا عنده كل شيء ولكن الراحه ما عندوش. المصيبه الكبيره هو ان هذاك الذهب ولا ملعون، واي واحد خدم عنده شي حاجه كتوقع ليه شي مصيبه. واحد شرى بهم بقره مشات ليه في ديك الليله، واحد بنى به دار طاحت عليه ولا ولادو. الناس ولاو كيخافوا منه ومن فلوسه وبداو كيعيطوا ليه عالي المشؤوم. الصحاب اللي كانوا دايرين به بحال النحل تفرقوا عليه واحد ورا واحد. بقى عالي بوحدو في القصر كبير وبارد، هو والكنز ديالو اللي ولا بحال الجمر كيشوي فيه. كل ليله كيشوف وجه ديال بوشكاره في الظلام وكيسمع ضحكته كطنطن ليه في ودنه. عاد فهم هضرته. حكايتنا يلاه بدات. الكنز ما كانش ذهب، كان لعنه. بوشكاره ما خسرش، هو اللي ربح فاش خلاه ياخذ الكنز، حيت كان عارفه هو العذاب الحقيقي. الغول ما كانش كيحرس الكنز من الناس، كان كيحرس الناس من الكنز. واحد الصباح ما بقاوش سمعوا الصوت ديال عالي. الخدامه دخلوا لبيتو لقاو الخزنه محلوله والذهب مشتت في الارض وعالي ما كاينش. لقاو غير ورقه صغيره مكتوب فيها مشيت نرد الامانه لمولاها. حتى شي واحد ما بقى شاف عالي من داك النهار. شي كيقول بلي رجع لنفس البلاصه اللي تلاقى فيها مع بوشكاره، رجع ليه الكنز وماش حداه. وشي كيقول بلي بقى تايه في الدنيا كيقلب على حاجه وحده ما عمرها كانت ديالو، هي راحة البال. وهكا حكايتنا مشات من الواد لواد وبقات الناس عبره ومعنى. ماشي كل ما يلمع ذهب، واكبر كنز هو القلب الهاني وراحة البال. اما علي رجع بفلوس غني ولكن رجع من راسو فقير، حيت باع راسو الشيطان مقابل حفنه ديال الذهب ملعون. وهذه هي الحجايه ديال علي وبوشكاره، القصه ديال الذكاء فاش كيتخلط مع الجشع وكيرجع النقمه. دابا بغيت نسمع منكم واش علي كان كيستاهل هاد النهايه؟ واش الذكاء ديالو كان هو سبب نجاحو ولا الدمار ديالو؟ وانتوما كون كنتو في بلاصه علي ولقيتوه بحال هاد الكنز شنو كنتو غادي ديروا به؟ خليو لي الاجوبه ديالكم في التعاليق وقولوا لي شنو هو الدرس اللي خديتو من هاد الحجايه. وإلا عجبتكم القصه ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم وديروا واحد الاشتراك في القناه باش يوصلكم ديما الجديد. كان معكم ابراهيم الهاشمي، تهلاو.